ان كل واحد مش الشباب وبس حضرتك. انا قعدت اكتشاف واحد اسمه سامي سرحان الله يرحمه. ده ممثل كبير جدا جدا وخليته يعمل كوميدي. صحيح. وقعدت اكتشافه وده ما كان ممثل خطير. الله يرحمه. داليا بقى جات لك المكالمه قمت وقفت برضه والله. بس داليا بقى الحقيقه شاطره واهتمت وراحت بقت تستشير ناس في نوعيه الالقاء، نوعيه اللبس ايه، نوعيه الحاجات دي ايه، واشتغلت في الدور كتير. يعني مش جايه تعمل فيديوهات وبس، لا اشتغلت في الدور كويس قوي قوي. لذلك كانت ما شاء الله كاستنج 100% يعني الحقيقه، وعملته بحرفيه شديده يعني. بس انا اعرف برضو انها كان لازم تخس شويه عشان في مشهد كده في مشهد حضرتك انا كل اللي بيشتغلوا معايا هيخسوا بالعافيه هيخسوا. في فيلم مدام ميرفت امين هتشتغلوا معايا ان شاء الله، فانا اتمنى انها تخس شويه. وانت فعلا شلتها؟ انا شلتها اوردر كامل داليا فوق كتفي. المفروض بخش في المظاهره فلو هو المفروض راجل بتاع بنات وبتاع وحاجات زي كده، فجأة كبت عليا شايلها في قلب المظاهرة واخدها وماشي لوحدينا قلت لي يا جدع انت قلت لها بس هنروح البيت ناكل لقمة تاخدي لك حاجة. فقعدت بقى اوردر كامل عمال شايلها ونقف ستوب وبعد يقولوا ستوب قلت شيلوا يا اولاد الكلب خدوا نزلوني من على بس ببساطة. يقعد سكت لازم يقول التعليق طبعا اللي يشيل داليا مبسوط اكيد. داليا انا هسألكم كلكم انه بتحبوا تشوفوا عادل امام في ايه؟ يعني ايه الدور اللي معلم قوي؟ ايوه واولهم انت. ثانية واحدة ما كلمتش الراجل ده. انا نفسي اقف زيهم بمكالمه كده يا استاذ عادل امام. شريف رمزي. شريف رمزي. اهلا وسهلا. ازيك يا شريف؟ شريف رمزي. بس هو قص شعره وبقى وخاسس كمان وخاسس كتير. انا فجأة الحقيقه كل ما ده اخر العنقود السينمائي. بيقول يا استاذ انا بحبك جدا. ما ابوه ما بيحبنيش. ليه؟ الحقيقه بلاقي شعور طيب مع شريف، يعني هو من الشخصيات ان شاء الله نتمنى له حظ كويس ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ عادل امام يعني انا واحد من الناس يعني عشت حياتي وحبيت السينما ودخلت السينما. حياته شو هو لسه والله لا بجد مع انه موزع كبير في السينما يعني. بيقول لك عشت حياتي يعني وهو لسه بيبي. حياتي الصغيره عشتها ايوه كده. على افلام امال احنا نقول ايه بجد والله يعني. وصراحه انا كنت بصور مره في فرنسا فاكر، ولقيت حد جالي من ناس جزائريين وقالوا لنا انتوا مصريين وبتاع، قلنا لهم قالوا لهم تصوروا هنا فيلم، قلنا لهم قالوا انتوا مصر يعني الفراعنه والاهرامات وعادل امام، وقعدوا يقولوا لي حاجات من مدرسه المشاغبين وحاجات من فاستاذ عادل امام يعني حلم لاي حد انه يشتغل معاه وتاريخ لازم نتعلم منه. وانا لما اجي اتكلم عن حاجات او امثل فيلم او احب السينما او اتكلم على السينما حافظ تاريخ استاذ عادل امام. انا بقى من بتوع التاريخ يا سعيد. من الرواد الاوائل يعني ده بجد. واحد قال لي انت من الرواد، قلت له الرواد ايه؟ من الرواد دول اللي بدأوا زمان، اللي اول ناس مثلت، اول ناس لحنت، اول ناس. انما الرواد ده احنا الجيل ده احنا انا شخصيا عيل صغير لغايه ما اخلص. بعد الشر. انت فيك جواك عيل طفل صغير. جوايا؟ ده اوسخ عيل موجود في مصر. جميل انك تبقى عايز، دي حاجه لطيفه جدا يعني. صحيح. عيل وسخ. خلاص هاكل عشان ما يقلش ادب. بيخرج عن النص.
قول هيحاسبوني على الكلام ده؟ لا ما حدش هيحاسبك، قول لي على كيفك. احنا دلوقتي الحريه السندوتشات، انا بتكلم عن السندوتشات. لا لا هو مش هيحاسبوك على السندوتشات بس، هيحاسبوك على الكلام. لا، ما أنا دلوقتي اتحاسبت. الحساب على الكلام كتير. انا اتحاسبت وخلاص، خدت السجن بتاعي وماليش سجن تاني. ماليش سجن تاني. ايه الادوار اللي بالنسبه لكم اللي لما تقول انا عايزه احط دلوقتي شريط او DVD في التلفزيون، او عايزه اجيب محطه اشوف عادل امام في دور ايه؟ الحاجات اللي معلمه قوي. لا ادوار كتير جدا يعني، بس اول حاجه طبعا مدرسه المشاغبين شفت لازم. بحب جدا فيلم كراكون في الشارع، انا بعشق الفيلم ده. ليه؟ بحب الفيلم ده وما اعرفش، بحب استاذ عادل جدا فيه، وكوبل مع يسرا هايل. انا الفيلم ده فيه مشهد والله يا استاذ عادل بصرخ وانا بتفرج عليه، اللي هو لما بتبقوا نايمين في الخيمه في رجل بتدخل كده، في الرجل اللي باينه جنب رجل الست الكبيره دي جارتهم في الخيمه. لا ده في واحد دخل عايز يعمل بيبي. ايوه زي الناس ازاي يعني؟ دول شفاشه. لا دي بساطه يعني. مش انا افتكرت شفشه، كنت هقوم اشرب. هتقولي الاستاذ سعيد حاجه يشربها. كنت هقوم اشرب واقول له ده شفشه. هاتوا بس حاجه الاستاذ سعيد. نونيا، ايوه، ايه المشاهد تحبي تشوفي افلام ليكي معاه ولا تحبي تشوفي له افلام اخرى؟ هو عنده افلام جميله قوي يعني، الافلام اللي معايا، وفي عنده فيلم جميل قوي حتى لا يطير الدخان. من الافلام الجميله اللي كانت بالنسبه له نقله في وقتها. انا بحب اشوفه يعني، انا بيبكيني وبيضحكني في نفس الوقت. عينيه لما بيحس قوي وبتتملي الدمعة في عينيه، انا بتأثر جدا وببكي معاه وبيضحكني في نفس الوقت. انا من احلى الافلام اللي شفتها لعادل امام، انا شفت عادل امام رائع في جميع افلامه. من احلى الافلام اللي شفتها في عادل امام الفيلم الاخراني. ايوه كان اكتر من رائع. جميل يحمل يعني هموم الناس كلها على كتافه في دور واحد وحيد، ملوش حد. بس حسيت ان عادل امام السينما العالميه كلها متجسده كانت فيه بالظبط. مبسوط قوي من الفيلم ده. والنقاد بره كمان كتبوا عن دوره، وده دور يعني مش سهل. دي حاجه جميله إنك كان شايل الدور، كان شايل الفيلم كله الحقيقه. كتر الشغل وكتر الافلام وبتاع، ان يبقى اخر فيلم ده رائع، دي حاجه جميله جدا. قوم هي النهارده هاتوا حاجه الاستاذ سعيد يشرب. هتقولوا حاجه، ده جاي مستقصده. ايوه بس نعناع. لا الفيلم بحبه قوي، حب في الزنزانه. حب في الزنزانه من الافلام شوف الرائعه. الميول الرومانسيه عند الشباب برضه. جميل فعلا. فيلم الله فظيع. ايوه طبعا انا بحب ده. فيلم عريس من جاي منين، من الافلام اللي بحبها قوي قوي. مشبوه كان جميل جدا. والمشبوه كنت عامل دور جميل في المشبوه سعيد كمان. مشبوه كان جميل عادي، كان جديد فيه قوي. والهلفوت من الافلام الكوميديه الحلوه برضو. ده رائع. الاخراني برضو ما شفتوش، هو برضو حزاني. الفيلم كمان عادي جميل قوي، حلو قوي بس ما شفتوش. حتى لا يطير الدخان. ايوه ده اللي انا قلت عليه. حتى لا يطير. وبرضه انا كنت عايزه اقول عريس من جهه امنيه برضه، الشوط الجميل اللي هو عامله لما بيشوف البيبي الاخر وبيعيط، وكان كذا تعبير، شيء يعني ربنا يخليك. ميرسي خالص.